كنت شايف ابقى بصور اماكن اقامه مميزه في مصر وما اجيش المكان ده، يعني انا حرفيا انا حاسس ان انا مخطوف، سامع صدى الصوت بتاعي. الو، طب يلا عشان انا بتسلق. بيو بيو. انا عايز اشتري لي عشه من دول. عشه؟ يو يا ابني، هو انت ورايا لما يبقى للانبهار صوره. عارف انت السستينابيلتي ولا مش عارفها؟ تيست. طب اتفضل اطلع بره. روم في غابه ملكيه. اهلا بيكم في ريكسوس المنتزه، وبالتحديد في كليوباترا فورست اللي هو البانجلوز اللي تحس ان انت في وسط غابه كده. وكان لازم اجي اتخطف هنا، لازم يعني لازم اجي اتخطف كده في وسط الروعه والجمال ده، واتغدى واقضي يوم جميل ولذيذ. فتعالوا ناخد تور يعني زي ما بيقولوا اكسكلوسيف كده في واحد من البانجلوز اللي موجوده. طبعا هو المكان خطير، دي كلمه قليله عليه، وفي حاجات كتير قوي. فيلا بينا ناخد كده جوله سريعه فيه. جماعة أنا على غير العادة هاخدكم التور بالعكس، يعني أنا هدخل من الترس بدل ما أدخل من الباب الرئيسي، ناخد التور في المكان كده، أجي أوريكم الفيو بقى اللي هو روعة. أنت قاعد أصلا بتشوف البحر، فيلا بينا. طبعا البتاعة دي يعني أنت ممكن تيجي هنا تقعد كده تأنتخ زي ما أنا كنت مأنتخ. نفتح بقى. السلام عليكم. الثلاجة فيها مية، قال أنا جعان قوي. أهلا بيكم في البانجلو الجميلة اللذيذة حيث الرخاء إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ مش هينفع. طبعا اول ما بتدخل، سواء انت جيت بقى من الباب ده المفروض ان انت تدخل منه، فانت هتلاقي الليفنج اريا الخطيره بتاعتك. حاجه من الحاجات التحفه هنا ان انت مفيش تلفزيون، وكمان مفيش نت. يعني لو انت عايز نت بيجيب لك الراوتر هنا، جايبين راوتر عشان لو انت عايز تشتغل او كده، بس في العادي لا في نت ولا في تلفزيون عشان تيجي تسترخي وتقعد ما تعملش اي حاجه. ايه الليفنج زي ما انتم شايفين متقسمه بقى كذا جزء. ده طبعا ايه، جزء كده الاسترخاء والجمال والحلاوه. وعندي هنا البار بتاعي. طبعا الدايننج اريا كان لازم تبقى حاجه شياكه كده لذيذه وحلوه وقمر. وزي ما انتم شايفين طبعا يعني هو الستايل البوهو هو اللي مسيطر على المكان، اللي هو بقى انت استخدامك لايه، elements خشب كده لطيفه والكليم والحاجات دي. فلا الموضوع لطيف، والبيج طبعا والكلام ده عشان يتماشى مع الاجواء. عندك هنا كيتشنت حلو قوي برضو، يعني حته صغنطوطه كده بالحوض وبتاع، عشان لو انتوا حابين ايه يعني تشربوا بقى الكوفي بتاعك مش عارف ايه. فالموضوع هنا لذيذ. وزي ما انتوا شايفين المفروض المكان ده هنا يبقى فيه تلفزيون، بس هو مفيش تلفزيون عشان انت جاي تسترخي. يلا بينا. احلى حاجه من الحاجات السقف، عشان هو مثلث كده شويه، فانت حاسس ان الايه الارتفاع طويل. ندخل بقى، تدخل على ممر كده ايه ممكن نسميه ممر السعاده. طول ما انت ماشي هتشوف يمينك وشمالك وفوقك وتحتك حاجات مختلفه وجميله. فندخل الروم دي متقسمه جزئين. ده اول جزء، هي في ايه، اوضه توين، سريرين زي ما انتم شايفين برضو لذيذه خالص. وبعد كده ندخل على الاوضه الماستر. انا ليه سامع صوت؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ مين هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت ليه تدخل في الفيديو؟ انت ليه تدخل في فيديو اليوتيوب بتاعي؟ انت ليه تدخل في فيديو اليوتيوب بتاعي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش بتصور يوتيوب، انت بتصور يوتيوب. انت بتصور يوتيوب، انت بتصور يوتيوب. ما بصورش يوتيوب. طب اتفضل اطلع بره بعد اذنك. طب بس اذنك تطلع بره الناحيه الثانيه. طب اتفضل اطلع بره من هنا. انا ماشي باحترامي، هاخد ازازتي. السلام عليكم. انت شخصيه غريبه صحيح. معلش يا جماعه، ناسف على هذا العطل الفني اللي ملوش اي لازمه. نحن الان في الاوضه الماستر زي ما انتم شايفين برضو. لطيفه خالص. ده سرير ايه يعني، ده كوين بيد، ده مش كينج بيد. اعتقد الكينج بيد بيبقى اكبر بكتير. ده كوين بيد زي ما انتم شايفين، لطيف برضو وحلو. فكره اصلا ان ده سويت بيكفي عيله ممكن من 4 افراد، فده حاجه لذيذه جدا. برضو يا جماعه هنا حمام لطيف جميل خفيف، في برضو كل الامانيتيز اللي انت محتاجها، شاور جيل بقى وصابون وكلام من ده. الحمام برضو حلو يعني. طبعا مش هنكتفي بالجمال بتاع الفيو اللي الناحيه التانيه اللي احنا هنطلع نشوفه، لا ده في هنا كمان فيو ولا اروع. هنطلع نفتح كده. بعد اذنك مايند يور ستيب عشان ما تقعيش. فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ احنا رجعنا تاني لنفس المكان اللي احنا كنا فيه في الاول. طبعا يعني مش عارف احكي واقول ايه، بس الموضوع خطير. وفي هنا اصلا بقى كذا نوع للاقامه زي ده، وفي نوع تاني جوه اللي هو بيبقى زي ميزانين كده، وفي انواع كتير جدا. بس يعني ده السويت اللي احنا معانا. تعالوا بقى نشوف الفيو بتاع البحر عامل ازاي وقت الغروب. يو يا ابني، هو انت ورايا
انا مش سبتك في الماستر بيدروم، ايه اللي جابك هنا؟ انت مش قايم؟ مش قايم. انا هاخد بق ميه. كويس. انا عاجبني قوي يعني نوت كده برضو لطيفه، عاجبني قوي استخدامهم الازاز مش البلاستيك. دي حاجه من الحاجات برضو اللي هو يعني بنحاول نحافظ على البيئه. سستينابيلتي لطيفه برضو. عارف انت السستينابيلتي ولا مش عارفها؟ عارف السستينابيلتي ولا مش عارفها؟ عارف. احنا دلوقتي في السستينابيلتي روم في غابه ملكيه في ارض اسكندريه الجميله. انا مش عارف، انا اول مره افوجئ ان اسماعيليه، اتفاجئ ان اسماعيليه فيها الحاجات دي. اسماعيليه ايه يا ابني؟ احنا في اسكندريه. خليك نايم مكانك. تعالي بقى نوريهم الفيو بتاع البحر اللي هم مستنيينه من اول الفيديو. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ هذا هو الفيو. البحر طبعا زي ما انتم شايفين كل حته تحفه. وحلاوه الموضوع بقى هنا ان انت مش بس الموضوع مكتفي على المكان هنا، لا ده انت ليك اكسس للشط اللي احنا كنا فيه بتاع كبان فؤاد ونايرا بيتش وناريمان، والبول بتاع ناريمان. طبعا احنا هنا مستنينا، يعني ممكن انا اجي كده شويه، مستنينا هنا كده عشاء شله. لو انت واصحابك شله برضو حابين تيجوا كده ايه هنا، هتنبسطوا قوي 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 بالموضوع. يا جماعه عارفين بتحسوا ان انتوا في حلم؟ والله يعني حاسس ان انا في حلم. وبعدين هو المكان اتقسم لكذا جزء اصلا. في جزء منه كده زي ما انتوا شايفين انه تحس ان انت في غابه. ده بص تحس ان انت في غابه حرفيا يعني اللي هو ايه، انت في غابه كده. وحاجات اللي هي بتبقى زي الحاجات دي انا ما بشوفهاش غير ايه، مثلا اير بي ام بي اكسبيرينس، مثلا تروح تاخد لك بيت فوق شجره او حاجه، عارفين الحاجات دي. فده موجود هنا في اسكندريه في مصر. اوف لا 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 تحفه. بعدين بقى حاجه من الحاجات الخطيره الهول دي اصلا بيتعمل فيها يوجا سيشنز. هي معموله علشان انت تيجي تقعد كده فيها تنتخ، تاخد لك ايه اليوجا سيشن المتين وتنجوي. فالموضوع بجد فوق الوصف، حاجه كده يعني في منتهى الروقان والجمال. بصوا يا جماعه انا دلوقتي دخلت في الهول الكبيره دي. اوف ايه ده تحفه. هنا بقى بيتعمل الحوار بتاع الساوند. اصلا انا حاسس سامع صدى الصوت بتاعي. الو تيست مايك. تبقى انت هنا بتهيل على صوت البحر. خطير 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 خطير. زيو 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 زيو. انا مبسوط بجد والله. في اماكن الاقامه الغريبه دي احنا لازم ندور على اماكن اقامه مميزه اكتر من كده برضو، يعني انتوا فاهمين، مش هينفع نجيب كده اي حاجه وخلاص. الموضوع جامد بصراحه يعني. بيو بيو شايفين يا جماعه الجمال ولا لا؟ انا اعدي منين؟ مش عايز ادوس على الجراس. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي فكده نكون خلصنا جولتنا بعد ما اتغدينا واتفرجنا على الغروب في واحد من احلى اماكن الاقامه المختلفه في مصر. شكرا انك اتفرجت، وتاكد انك مشترك في القناه وتابعني عشان الفيديو اللي جاي هنعمل جوله مختلفه في المنتزه. استنونا كل جمعه ان شاء الله، ونشوفكم الفيديو اللي جاي.